بدأت تتحقق يا جماعة. على بالكم شفنا مرزاق مع شفيقة مع بعض، يعني شفيقة جابت مرزاق، يعني التقاء عبد القادر الجريو مع جميلة عراس في عمل واحد قد يكون إطار جميل جدا في مسلسل الرهان، اللي هو يعني أوضاع الرهان حقا في هذا الموسم، خصوصا بعد ظهور التريلر الخاص فيه. كان فيه دبلجة باللهجة السورية في العمل، جذبت عدد كبير من الناس لمتابعة العمل، قد يظهر في بعض القنوات العربية على المنصات. فهذا الأمر قد يعني يكون كبريق أمل للسينما والمسلسلات الجزائرية أنها تظهر للعالم العربي، بعد ما كنا ننتظر كثيرا أن هذه الأعمال يتم تناولها في المجتمع. عموما أنه نعرف أن السينما الجزائرية كانت دائما عندها وصول إلى المجتمعات العالمية، لكن عالم المسلسلات كان ضعيف بعض الشيء. بالنسبة لنا أعتقد أن جميلة عراس قدرت أنها تخلق هذا النمط تبع الخاص بالمسلسلات، خصوصا بعد مسلسل شفيقة اللي قامت هي بكتابته وتم إخراج هذا العمل في جزئين على ما نعم جزئين. كان العمل مميز جدا، مع بداية الألفينات بعد نهاية العشرية السوداء كان رائع، يعجب به الجميع لحد الآن، يظهر في الذاكرة. يعني أنا مرة تفرجته، يعني أعتقد أنه كانت أيام كورونا فيروس، تابعت هذا العمل وعرفت على أنه هذا العمل كان مميز. لو استمرينا بهذا النمط في الإنتاجية كانت الأعمال الجزائرية كانت توصل أكثر، خصوصا أنه تناول يعني المجتمع، حياة الفقر، حياة التعتير كما يقولوا، حياة المشاكل كانت موجودة في مسلسل شفيقة، خصوصا أنه كان واقعي ومثير للجدل. من جهة ثانية نشوفوا أنه جريو أيضا شكل هذا النوع الجديد مجددا في بعد سنوات 2010 بعد 2019 مع مسلسل أولاد الحلال، مع مسلسل بابور اللوح. قدر أنه يكسر هذاك الحاجز نتاع عدم التحدث على بعض القضايا، عدم إثارة الجدل، قدر أنه يتجاوز هذا السكة. فوجود كلاهما في عمل واحد كان مميز جدا، أنها هذه المرة هي تأدي شخصية والدته وهو يدخل إلى السجن ويتم سجنه ظلما، وسوف نرى تطور في قصة حياة هذه الشخصية اللي قام تأديتها عبد القادر جريو. عمل الرهان قد يكون يعني بالنسبة لي رهان رائع جدا، وأتمنى أنه يكون العمل رائع، لأنه يعني نضع ثقتنا دائما مع عبد القادر الجريو في أي عمل يقوم بإنجازه.